السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. فيديو النهاردة هنعمل شوية بسلة مع بعض، بس ايه حاجة كده تشرفك في اي عزومة، وحاجة كده زي العسل. نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ومعايا كيلو ونص بسلة انا مفرطاها، ومعايا هنا كيلو الا ربع من اللحمة، ومعايا كيلو طماطم وبصلاية كبيرة وبطاطستين كده صغيرين وجزراية ونص. مسكت الجزر قطعته كده ايه مكعبات صغيرة كده بالشكل ده، والبطاطس بتاعتنا هنقطعها مكعبات صغيرة. اهم حاجة حبايبي ادخلوا شوفوا الفيديو ده للاخر، ويلا لو ما عملتيش لايك اعملي لايك، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي في القناة وفعلي الجرس واتك على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. قطعنا البطاطس بتاعتنا كده مكعبات، وقطعنا كده الجزر مكعبات صغيرة. بعد كده بقى ناخدهم كده نشطفهم كده تحت الحنفية شطفة كويسة. وبعد ما غسلت البطاطس كده والجزر نزلت بيهم كده على البسلة. بعد كده بقى ناخد الحلة بتاعتنا ونروح نولع البوتاجاز. بعد كده ننزل بمعلقة كبيرة من السمنة ومعلقة صغيرة من الزيت. واول السمنة بتاعتنا ما تبدأ كده ان هي تسخن، عايزين ندي اللحمة بتاعتنا صدمة. اول السمنة بتاعتي كده ما سخنت نزلت كده باللحمة كده زي ما انتوا شايفين. تبدأي بقى ترصيها كده جنب بعضها، ما تحطيش اللحمة على بعضها، رصيها كده في الحلة كده بالشكل ده. ولما تحطي بقى اللحمه بتاعتك ما تقعديش تقلبي على طول بالمعلقه، لا سيبيها كده تاخد صدمه كويسه كده من تحت، واول ما تديكي لون من تحت تبداي ان انت تقلبي على طول. شايفين يا حبايبي اللحمه بتاعتنا ما نزلتش ميه خالص. انا هنا بدات ان انا اقلب كده اللحمه، وكل دقيقتين يا حبايبي كنت بقلب اللحمه كده زي ما انتوا شايفين. زي ما قلت لكم كل دقيقتين كنت بقلب كده بالشكل ده. بعد كده نزلت عليهم بنص معلقه من الفلفل، ونص معلقه من السبع بهارات. انا ما بحبش يا حبايبي نكتر للبسله بتاعتنا بهارات، انا كده بحط كده نص معلقه بس تعمل ريحه مش اكتر من كده. وهنا اللحمه بتاعتنا بدات ان هي تتحمر كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بقى خرطت البصله بتاعتي ونزلت بيها كده على اللحمه زي ما انتوا شايفين. ما تنزليش بالبصل غير لما تلاقي اللحمه بتاعتك لونها ذهبي كده وجميل كده بالشكل ده. بعد كده نقلبهم كده مع بعض. وبعد كده حبايبي ننزل عليهم بالبسله، ونبدأ بقى نشوحهم كده مع بعض كده بالشكل ده. وطبعا انا ضاربه الطماطم ومصفياها ومجهزاها جنبي. وبعد ما شوحتهم كده مع بعض كده كويس ننزل عليهم بالطماطم. نقلبهم بقى مع بعض. نغطي على البسلة، واول ما تغلي معايا نوطي عليها النار شمعة ونسيبها لمدة تلت ساعة. وبعد التلت ساعة نرجع لها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. انا هنا البسلة بتاعتي كان لها تلت ساعة على البوتاجاز. بعد كده جهزت كده الطواجن، وفي الوقت ده كنت مولعة الفرن. هنا نزلت عليهم بمعلقة صغيرة من التوم المفروم. بعد كده ننزل بقى بالملح بتاعنا.
عايزة اقول لكم حبايبي ان البسلة في الطواجن طعمها مختلف جدا جدا غير اللي في الحلة خالص. بعد كده بدأت ان انا اوزع كده البسلة بتاعتي باللحمة كده في الطواجن. انا هنا عملت الكمية دي في الطاجن الكبير ده وحطيت في الطاجن الصغير. انا مجهزة جنبي ورق ألمونيوم وورق زبدة، نبدأ نغطي كده الطواجن بتاعتنا. وزي ما قلت لكم انا مولعه الفرن بتاعي ومجهزاه. بعد كده خدتهم دخلتهم الفرن في الرف اللي في النص على درجة حرارة 200. عايزة اقول لكم اللحمة كانت مستوية والخضار كان طعمه زي العسل. بعد كده بعد اللحمة بتاعتنا ما استوت طلعت كده الطواجن كده من الفرن. وبعد كده طلعت اللحمة كده على الوش، انا كنت عايزة هنا احمر وش اللحمة، عايزة نديها لون ذهبي كده ولون جميل. انا حبايبي هولع عليها الشواية، اول ما تديني اللون كده الذهبي الجميل ده هنطلعها من الفرن على طول. شايفين اللحمة مستوية وكانت زي الزبدة. وهنا حبايبي حطيتها تحت الشواية كده زي ما انتوا شايفين. اول ما ادتنا اللون الذهبي الجميل ده طلعتها على طول. وهنا طلعت الطواجن من الفرن وكانت معانا حبايبي بالجمال ده. تاكليها بقى جنب رز، تاكليها مع عيش وطحينة، عيش مثلا وسلطة بابا غنون، تاكليها مع اي حاجة. عايزة اقول لكم طعمها حكاية. ان شاء الله تجربوها بالطريقة دي وتعجبكم، وهتطلع معاكم احلى من كده بكتير. يا رب كده نعرف نوصل لكم المعلومة كويس. معلش انا في اول القناة برضو مش عارفة لسه في الاول، يعني حاجة جديدة عليا، مش عارفة اتكلم كتير بصراحة خالص. نشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.